وصحينا تاني يوم الصبح النهاردة في لندن من غير فيزا أو بفيزا 24 ساعة بس خلال اللي اوفر أو الترانزيت. دلوقتي المفروض إن أنا رايح أشوف سيم كارد عشان في حاجات كتير المفروض عندي لازم تخلص من النت، مش هينفع إن أنا أخلصها من غير نت. بس فرايح أشوف السيم كارد وبعديها هعدي على أشهر مكان يعتبر في لندن كلها، البيج بن والبارلمنت بيلدينج، وخلينا نشوف يومنا هيبقى ماشي ازاي. نزلت محطة ويست مينستر واشتريت السيم كارد، ودلوقتي طالعين بقى بره المحطة، وعايز اوريكم المنظر ده اللي انا شايفه. خطير بجد. نمشي بقى شوية في المكان كده ونتصور ونشوف الدنيا زحمة شوية النهاردة، بس أحسن حاجة إن الجو حلو جدا الصراحة. يعني أنا مبسوط بجد إن هو الدنيا ما مطرتش، تحفة بصراحة. نروح بقى كده نتصور شوية كده. دلوقتي كده احنا وصلنا لويست مينستر بريدج، احنا دلوقتي على البريدج، ودي اللندن اي ورانا. تحفة بصراحة. بس يعني انا كل اللي انا كنت مخطط له النهارده ان انا هزور الويست مينستر بريدج والبارلمنت بيلدينج او اللي هو البيج بن. يعني عامة البيج بن يا جدعان المبنى كله، يعني الساعة، برج الساعة ومبنى البرلمان، كل ده هو البيج بن. والمفروض بقى ان احنا دلوقتي خلاص خلصنا هنا وتصورنا وكل حاجة، وهنروح بعد كده على البريتش ميوزيوم. فهنروح دلوقتي ناخد الاندر جراوند ونروح اقرب محطة للبريتش ميوزيوم، واللي على فكرة هو ببلاش، الدخول ليه ببلاش سواء بقى اي حاجة. وهناك في مفاجأة هوريها لكم لما نوصل هناك للبريتش ميوزيوم. دلوقتي لسه راجع من المترو تاني، فالمفروض بقى ان انا دلوقتي رايح بريتش ميوزيوم في الطريق، لان الشوارع هنا تحفة. الناس بصراحة ما لقيتش لغاية دلوقتي حد بيشكر في انجلترا. انا قابلت اتنين لغاية دلوقتي قعدت اتكلم معاهم، هما يعني معرفش هو محدش راضي بحاله ولا ايه، بس كله بيقول لك مفيش سياح دلوقتي، الدنيا مبقتش زي الاول، الدنيا بقت سيئة. فبصراحة مش عارف، بس انا بصراحة انا عاجبني المكان. انا يعني مثلا ممكن كسايح ابقى واحد مثلا بزور المكان مرة واحدة، فانا عاجبني المكان، عاجبني الباركس، الكلام ده كله. حتى دلوقتي انا في روسلز بارك. لا حلو بصراحة، ده المكان اللي بيشربوا فيه شاي بقى وكده. هو المكان حلو الصراحة، يعني مكان حلو، وانا عجباني الشوارع وعجباني النظام بتاع الشوارع نفسه. ممكن الحكومة تبقى يعني مش احسن حاجة، فيها فساد وكده، وده اللي بيتكلموا عليه، والناس بتقارن ما بينها وما بين ألمانيا. طبعا ألمانيا أحسن بكتير، روحتش ألمانيا كده، بس أنا بصراحة عجبني المكان. وأدينا خلاص كده يعتبر وصلنا بريتش ميوزيوم، هنخش ونصور.
ده كده الكيو او اللاين عشان الدخول. تقريبا كده احنا هنستنى كتير فشخ. نروح عند الجيت كده وانا بصور، وبعد كده هرجع تاني بقى اقف في الصف لغاية لما بقى نشوف ندخل امتى. يا رب الحق قبل ميعاد الطيارة. لسه في الطريق، عدينا من الناحية نمشي الصف اللي هناك ده كله، ودخلنا يو تيرن كده ولسه مستنيين بقى الصف ده. دلوقتي احنا دخلنا البريتش ميوزيوم، والبريتش ميوزيوم هو في قسم اساسا للمصريين او للحضارة المصرية وللمومياوات. يعني بصوا كده لو جينا هنا نشوف عندنا في الجراوند فلور الدور الأرضي عندنا ancient Egypt، في الأبر فلور عندنا برضه ancient Egypt. القسم المصري عامة فيه جزء كبير موجود في المتحف البريطاني. فخلينا نخش كده ونستكشف الدنيا. ده الميوزيوم. كده هنبدأ بالجراوند فلور. ده الجراوند فلور. وهندور بقى بعد كده على قسم الحضارة المصرية أو قسم مصر اللي فيه المومياوات، لأن في جزء من المومياوات موجود هنا، ده غير إن حجر رشيد بالأساس هو موجود هنا، فإحنا هنشوفه دلوقتي. بعد كده عندنا المواي ده. دي أحجار أساسا عمرها تقريبا 1000 سنة قبل الميلاد. دي كانت موجودة أساسا على ساحل تشيلي، واتنقلت هنا المتحف. محفورة على أو الحجر ده أساسا معمول، أو التمثال ده أساسا معمول من بازلة الصلب. التشكيل بتاعه أساسا صعب، أو النحت عليه صعب، فدي تبقى أول حاجة بتشوفها أول ما بتدخل المتحف البريطاني. نكمل بقى وندخل جوه نكمل بقية الأقسام. طيب أنا دلوقتي خرجت من المبنى اللي هو كان ورايا ده، اللي هو كان فيه التمثال اللي أنا وريته لكم ده، ودلوقتي يعني قلت كده أبص كده المكان ده، قلت أخشه كده، لقيت زحمة، فخلينا نشوف إيه الزحمة دي. فده المكان اللي إحنا داخلينه، ودي الزحمة. نروح نبص كده الزحمة فشخ دي ملمومين على ايه. حجر رشيد، واقفين اللمة دي كلها على حجر رشيد الأصلي بتاعنا اللي سارقينه مننا. ده باقي القسم المصري في المتحف البريطاني، سارقين مننا كمية آثار طبعا هو ده اللي جايب لهم فلوس اساسا، يعني هو ده القسم الرئيسي بتاعهم اساسا اللي بيجيب لهم فلوس. رحت كذا قسم تاني ولسه جاي منهم، لا مفيش الزحمة دي خالص. يعني تعالوا كده نشوف مثلا الملك أمين حتب الثالث.
تحفة بجد. بصوا طيب اللي قدامي برضه زحمة في كل حتة على كل مكان. لا والناس انترستد فشخ ان هم يقروا او يعدوا على كل حاجة ويقروا ده ايه ويعرفوا عنها. بجد انا مبهور، يعني انا مبهور بالناس اللي جاية يعني تعرف عن المكان. دي مثلا يعني تور يعني دي تريب كده ومعاهم الجايد بتاعهم وقعد يشرح لهم. عظمة بجد. خليني اقول لكم ان محتويات غرفة توت عنخ آمون اللي موجودة عندنا في المتحف المصري اساسا كانت في وقت من الاوقات موجودة هنا، واحنا قدرنا ان احنا نسترجعها لان دي اول مقبرة تكتشف كاملة، فكان من حقنا ان احنا نستعيدها بالكامل بكامل محتوياتها. او اي مقبرة قبل كده كنا بنلاقيها كانت بتبقى ناقصة حاجة او بيبقى اتعرضت للسرقة، لو كانت بعثة أجنبية هي اللي اكتشفتها كان بيبقى ليهم الحق إن هم ياخدوا نص المحتويات. فعلشان كده يعني نص آثارنا موجودين تقريبا حوالين العالم. ناس واقفة بتتصور وبتصور تحفة بصراحة تحفة. الفكرة بقى إن محتويات المتحف أساسا مش كتير، يعني برضو مش كتيرة قوي مش للدرجة، بس الفكرة إن الناس اللي موجودين في جزء صغير في مكان زي كده أكتر من الناس اللي موجودين. لو حسبنا مثلا مساحة معينة مثلا من المتحف المصري هنلاقي إن الناس اللي هنا أكتر من الناس اللي هناك، يعني ودي يعني حاجة محدش المفروض إن هو يبقى مبسوط بيها. المفروض إن إحنا عندنا حاجات أكتر، المفروض السياحة عندنا تبقى أكتر وأكتر كمان. بس اهو خلينا نشوف. انا عايز فرصة اصور حجر رشيد بجد، يعني الحجر اللي عرف الناس على الحضارة المصرية كلها. انا عشان اخد صورة محتاج ان انا اعدي بقى من الناس دي كلها. دلوقتي احنا برضه كنا بنتمشى رايحين باقي المونيمنتس المصرية، لان لسه في قسم تاني للمصريين. بس في حاجة حابب ان انا اوريها لكم قبل ما ندخل الروم، ان دي الروم الوحيدة اللي مكتوب عليها كده يقول لك ان المجموعات مش مسموحة عشان خاطر العدد بتاع الزوار كتير جدا في المكان. الاوض 61 و 62 و 63 دي كلها حاجات مصرية. لو بصينا مثلا فوق من 61 اللي هي Egyptian Life and Death، وفي Egypt Mummies اللي هي 2 و 3 62 و 63 يعني دول كلهم مش مسموحين التور جروبس، ان يبقى في مثلا معاهم جايد ويشرح وكده علشان السياح كتير جدا. فاحنا دلوقتي هنخش نشوف اثارنا المسموحة. كوفنز او الدوابيت دي كلها موجودة هنا. شايفين الناس يا جماعة، شايفين الناس. كل دي آثار بتاعتنا، كل دي حاجات المفروض ترجع لنا. الناس اللي كانوا واقفين قدامي دول اساسا كانوا
مستعبدين في مصر. شايفين الزحمة؟ الزحمة دي مش موجودة في أي حتة. يعني أنا دخلت أقسام كتير، أقسام الرومانية وحاجات آسيوية كتير جدا، بس مفيش قسم بالشكل ده. يعني الناس والزحمة كتيرة فشخ بجد. كل دي على الآثار بتاعتنا. يعني أنا كنت سمعت قبل كده فعلا إن يعني المتحف البريطاني القسم المصري فيه في ناس أو في زوار كتير بيجوله، لكن ما تخيلتش بصراحة إن هو يكون بالمنظر ده كده أساسا. وبيقولوا إن اليومين دول أساسا يعني السياحة هادية في إنجلترا، فتخيلوا بقى لو في بقى سياح وكده، الموضوع ما كانش هيبقى بالشكل ده خالص. كمل بقية التور بتاعتنا. كل دي آثار. Смотри, как они закрывались. ودي أوضة تانية دخلناها، دي بتتكلم بقى عن العصر اللي هو كان قبل عصر الفراعنة، اللي هي البري دايناستي، اللي هي ما قبل عصر الأسرات، أو ما قبل عصر الأسرات، يعني قبل بقى مينا ووحي القطرين وهكذا. أو surprisingly أو مفاجأة، بصوا Das ist ja sozusagen als لوحة توحيد القطرين. لوحة توحيد القطرين الملك نارمر. عندنا نسخة منها برضو في المتحف المصري، بس أنا متوقعتش بصراحة إن في نسخة هنا. عندنا هو بيقول عصر الأسرة الأولى، الفيرست دايناستي. كل ده بقى بيتكلم بقى، بيشرح المكان. و المفاجأة بيبقى فيه فري تور على الساعة 2:30. يعني المفروض الناس بقى بتقف هنا فري 40 minute اي اوبنر تور، بمعنى الناس بتتجمع هنا بقى، بيبقى فيه زي تور بقى تشرح المكان كله، وده كله ببلاش. والمتحف أساسا ببلاش. يعني أنا دخلت ما دفعتش فلوس خالص في المتحف ده بصراحة، يعني تحفة. في حاجة هناك أنا بصراحة مش عارفها، فممكن نروح نشوفها. استنى كده. ده المفروض ان انا اعرف معلومات عن دي جبليان مان او رجل الجبل، مش عارف بصراحة عشان مفتيش. دلوقتي احنا خرجنا من المتحف، رايح الهوست بتاعي عشان يعتبر متأخر برضه دلوقتي. التصوير والمتحف بصراحة خدني شدني شوية، فطولت ونسيت الوقت. دلوقتي المفروض ان انا اروح عند الهوست بتاعي وهجيب بقى شنطي واتحرك على طول في اسرع وقت. المفروض ان انا ساعة من دلوقتي للمطار، يعني انا متوقع ان انا اوصل الساعة 4. خلينا نشوف انا اوصل الساعة 4 ولا لا.